طيب الخلاصة التالتة كنت قلت لي أهم وأقوى مفتاح النجاح، إيه هو بقى؟ بص يا حبيبي، اهم واقوى مفتاح للنجاح يعني ممكن تصدمك، والحلقة دي هي اهم حلقة، ان هي دي ان شاء الله اللي هتوصلك للنجاح بسرعة. هي الخوف. الخوف ده احنا المفروض ما نخافش. ايوه بالظبط كده، هو انت المفروض تخاف وما تخافش زي ما انت ما قلت. المفروض ان انت ما تخافش من اي حاجة ليها علاقة بامور الدنيا. يعني ما تخافش من الناس، ما تخافش من كلام الناس، ودي حلقة تخليها في ودنك. لكن اللي انا عايز اقولك النهاردة هو ان انت تبقى خايف من ربنا. كل ما انت تبقى حاطط في دماغك ان انت خايف من ربنا، كل ما انت هتوصل للنجاح بشكل اسرع. ربنا قال في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفكرة اللي انا اقصدها ان انت كل قرار وكل خطوة بتفكر فيها لازم تشوف الخطوة دي ربنا هيبقى مبسوط بيها ولا ربنا هيبقى زعلان وغضبان عليك منها. فانت لما بتبدأ تفكر بالشكل ده اسمه تقوى الله، او ان انت بتبقى خايف من ربنا. ده صدقني هيوصلك للنجاح بشكل كبير. في جوانب كتير هتكون مربوطة للجزء اهمهم ان انت هيبقى فيه بنقول بركة في حياتك، وان انت تبقى مرتاح البال ومبسوط، وعوامل كتيرة جدا. طول ما انت خايف من ربنا في خطواتك وفي فكرك، ربنا هيرزقك بالحاجات دي. بس أنا أحيانا ببقى خايف من كلام الناس إن هو يحبطني أو يضايقني. انت طول ما انت خايف من ربنا بس، ما تخافش من اي حاجة تاني في الدنيا. كلام الناس اوعى يفرق معاك، اوعى يأثر عليك، لان مفيش حد في الدنيا هيحبك تبقى ناجح. ربنا الوحيد هو اللي عايزك تبقى كويس. سيبك من كلام الناس، ما تخافش من اي حاجة في الدنيا طول ما انت خايف من ربنا وبتعمل الحاجة الصح. في ناس كتير بتكون مفكرة ان مفتاح النجاح الرئيسي ان يكون شخص ذكي او ان يبقى شخص شاطر. الحقيقة هي الحاجات دي مهمة، ان انت تبقى عارف قدراتك وتبقى انت بتحاول تبقى انسان ذكي وكل الكلام ده اكيد، ولكن المفتاح الرئيسي هو ان انت تبقى حاطط ربنا دايما قدام عينيك. هو ده اللي هيعينك ويساعدك في ان انت تنمي ذكائك وتنمي قدراتك، وان انت تحقق فعلا النجاح الاكبر. ان ربنا هو دايما قدام عينيك في كل خطوه، في كل قرار، وفي كل فكره انت فعلا بتحاول تحققها وتوصل لها. طب ممكن تقولي أمثلة على الكلام ده؟ بص، هو كقصص وامثله مفيش احسن من ان انا اجيب لك من القران عن الانبياء. يعني مثلا سيدنا يوسف عليه السلام اتهموه ظلم ودخل السجن، ولكن لما هو كان خايف ربنا في قراراته ان هو مرضيش يعمل حاجة تغضب ربنا او كده، ربنا خرجه من السجن ورفع من شأنه وخلاه وزير وقتها في مصر. سيدنا موسى كان مطارد وخرج بره البلد واتغرب، وبالرغم من كده كان بيخاف ربنا في كل حاجة، علشان كده ربنا كرم ونصروا على فرعون، والقصة طبعا اللي انت عارفها. خليني اقول لك بقى خلاصة كبيرة، ان في ناس كتير مفكرة من اسباب النجاح واسباب السعادة مثلا هي الفلوس والذكاء والكلام ده. لكن دايما البركة في كل الحاجات ديت، فلوس، ذكاء، شطارة، كل الحاجات ديت توفيق من ربنا، والبركة فيها اساسها هي الخوف من ربنا في كل حاجة انت بتعملها. ومعنى الخوف هنا ان انت تبقى عامل حاجة وانت مرتاح. يعني مش معنى ان انا خايف ان انا ابقى متضايق، لا، بالعكس، انا بعمل الحاجة وعارف ان الحاجة دي مش حرام، الحاجة دي كويسة وهتبسط ربنا، فبيبقى عندي دافع اكبر وقوة اكبر ان انا احققها، وساعتها مردودها هيكون بينعكس عليك بشكل اكبر بكتير. يعني أنا عشان خاطر أبقى خايف من ربنا أصلي وأصوم بس؟ الخوف من ربنا اسلوب حياة وحاجة مش بس في الصلاة والصوم والعبادة. مش عشان انا خايف من ربنا ان هو يعاقبني فبصلي واصوم، لا، دي حاجات فرائض، احنا قصة تانية خالص طبعا ممكن نتكلم فيها بعدين، او في ناس افضل مني يتكلموا فيها. لكن اللي انا اقصده النهارده ان الخوف من ربنا في كل حاجه في حياتك، في شغلك ان انت تبقى انسان امين، انسان مخلص، انسان واضح تماما في كل حاجه، في تعاملك مع الناس ان انت تبقى انسان صادق، ان انت تبقى انسان عادل ما تظلمش حد، في تجارتك وفي البيزنس وفي الشغل ان انت ما تغشش حد، ان انت ما تضحكش على حد. هو ده اللي انا اقصده، ان انت قبل ما تعمل حاجه او تفكر في حاجه تشوف الحاجه ديت صح ولا غلط، وبناء عليه هتبدا تختار الاتجاه الصح. يعني الخلاصة كده إن عشان خاطر أبقى ناجح لازم أبقى حاطط ربنا قدام عيني. بالظبط كده يا حبيبي. التوفيق في النجاح اللي هو المفتاح الرئيسي ان انت تتقي الله، يعني تخاف من ربنا وتحطه دايما قدام عينيك. فهمت. طب إيه بقى الخلاصة الرابعة؟ الخلاصة الرابعة عشان تكون ناجح هي سر هتخليك دايما سعيد.